عاجل القرارات اللي اتخذها النادي الاهلي في ماتش العوده قدام الجيش الملكي اللي هيبقى لسه طبعا بعد فتره بعد افريقيا. بيشرفني طبعا متابعتكم. قبل ما اقول لكم عايز اقول لكم على حاجه يعني لاخواتنا المغاربه، عشان الفيديو اللي فات في ناس يعني جالها مزق من الحزق من الاخر. احنا بنتكلم على اللي حصل قدام الجيش الملكي. عد لي كم مره الوداد والرجاء جم لعبوا، سواء مع الاهلي مع الزمالك، لعبنا هنا في القاهره ولا لعبنا في كازابلانكا؟ هل حصل احداث زي دي؟ ما حصلش. ده بتبقى نهائيات وبناخدها من هناك او هم بيكسبوا هنا وصباح الفل يا باشا، شيك هاند بعد ال 90 دقيقه. هنفضل دايما اخوات وحبايب، فما فيش اي مشكله. هو في مشكله من جماهير الجيش الملكي، واما الواحد قاعد يدور لقى ان اصلا هم معادين جمهور الوداد والرجاء، يعني هم عندهم مشكله جوه بلدهم مع نفسهم، مالناش دعوه. فاحنا في حاجه مهمه قوي الاهلي لازم يعملها ان شاء الله في ماتش العوده، وده اللي في النادي الاهلي كلهم اتفقوا عليه. اول حاجه، انا مش هرد بشغب، عمر ما جمهور مصر بيعمل شغب، تمام؟ هنرد بايه؟ هتبقى كورس حلو، دش حلو جوه الملعب، ياخدوا واجبهم بثلاثه باربعه بخمسه، ياخدوا علقه كرويه جوه الملعب، 11 راجل في الملعب من الاخر. والراجل اللي رفع سكينه المعجون رجاء وانت جاي او مش وانت جاي، انا يا باشا هجيب لك بستله معجون كده وسلقون عشان نمعجنها لك ونشطفها لك كويس وترجع على بلدك واخد لك 5 أو 4. ده كله، ومصر بلد الكل وام الدنيا وابو الدنيا وكل حاجه، والمغاربه اخواتنا وحبايبنا واصدقائنا كمان. سلام عليكم.